أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم في حتة مهمة قوي لأي حد شغال في الذكاء الاصطناعي، وخصوصا لو بتفكر في مشروع تخرج أو لسه بتبدأ في المجال. السؤال هو إزاي نقدر نشغل موديل ذكاء اصطناعي قوية ومعقدة زي اللي بتتعرف على الحاجات في الصور والفيديوهات على أجهزة إمكانياتها محدودة زي الموبايل أو كاميرات المراقبة. الحل موجود في فريم ورك ذكي جدا اسمه فاست يولو. يلا بينا نفهم إيه قصته بالظبط. دي الخريطة اللي هنمشي عليها. هنبدأ بالمشكلة وبعدين نشوف الحل اللي هو فاست يولو ونفهم بيشتغل ازاي ونقارنه بالتقيل اللي قبله، وفي الآخر نرخص كل حاجة. يلا بينا. طيب، خلينا ندخل في الموضوع على طول. أول سؤال لازم نسأله لنفسنا هو إحنا ليه أصلاً محتاجين السرعة؟ وليه تصغير المودلز دي مشكلة كبيرة محتاجين نحلها؟ فكروا فيها كده لثانية. ليه ما نقدرش ببساطة ناخد أقوى موديل بيعمل Object Detection في العالم ونشغله على الموبايل بتاعنا؟ الإجابة بسيطة، بس هي دي أصل المشكلة كلها اللي هنتكلم فيها. بصوا على صورة زي دي من محطة قطر. تخيل إننا محتاجين الكاميرا دي نفسها، مش سيرفر بعيد، هي اللي تتعرف على أي حركة غريبة أو تحسب عدد الناس بشكل لحظي. الكاميرا دي ما عندهاش الإمكانيات الجبارة بتاعت الكمبيوترات الكبيرة. التحليل لازم يحصل عليها في وقتها، وده تحدي ضخم جدا. هي دي بالظبط المشكلة اللي بنسميها العقل الكبير في الجسم الصغير. عندنا موديلز عبقرية زي يولو V2 بتقدر تشوف وتفهم الصور بدقة عالية جدا، عقل جبار. بس المشكلة إن العقل ده محتاج قوة معالجة وذاكرة ضخمة عشان يشتغل، يعني محتاج GPUs غالية وقوية. والإمكانيات دي مش موجودة في الأجهزة الصغيرة اللي بنسميها Embedded Systems زي الكاميرات الذكية أو الدرونز اللي المعالج بتاعها يدوب على قده. تمام، كده فهمنا المشكلة كويس قوي. إيه الحل بقى؟ هنا بيجي دور بطل القصة بتاعتنا النهاردة، الفاست يولو. أول حاجة مهمة جدا نوضحها، الفاست يولو مش موديل جديد معمول من الصفر، لا، هو أقرب ما يكون لورشة تعديل ذكية. هو فريم وورك أو مجموعة حيل وهندسة بتتعمل على الموديل الأصلي القوي اللي هو يولو V2. تخيلها معايا كأنك جبت موتور عربية نقل ضخم وقوي وعملت له إعادة هندسة عشان يركب في عربية مدينة صغيرة، فيفضل أداؤه قوي بس استهلاكه للبنزين أقل بكتير ويبقى خفيف وسريع. طيب، الجزء الممتع بقى هو إزاي بيعمل الحركة الذكية دي. الفكرة كلها بتتلخص في استراتيجية من جزئين. أول حاجة، بيصغروا حجم الموديل نفسه بطريقة عبقرية كأنهم بيستخدموا ذكاء اصطناعي عشان يصغر ذكاء اصطناعي تاني. وتاني حاجة، بيخلوا الموديل يشتغل بذكاء أكتر، بدل ما يفضل شغال عمال على بطال بيشغلوه بس لما يكون في لازمة فعلا. خلينا نركز على الخطوة التانية دي عشان هي اللي فيها التوفير الكبير. بصوا كده على الصورتين دول فريمين ولا بعض على طول من فيديو. هل في تغيير جوهري حاصل؟ غالبا لا، نفس المشهد تقريبا. وهو ده الذكاء كله. لو المشهد متغيرش بشكل كبير، الفاست يولو بيقول طب وانا اتعب نفسي ليه واعمل كل الحسابات المعقده دي تاني؟ ما استخدم نفس النتيجه بتاعه الفريم اللي فات وخلاص. الحركه البسيطه دي لوحدها بتوفر طاقه وقوه معالجه بشكل خرافي. طيب، الكلام ده نظرياً جميل جداً، بس عملياً ممكن نستفيد منه فين على أرض الواقع؟ التطبيقات حرفياً ملهاش آخر. بنتكلم عن كاميرات المراقبة الذكية اللي بتحلل الفيديو بنفسها من غير ما تبعته لسيرفر، أو الدرونز اللي محتاجة تتفادى أي حاجة في طريقها بشكل لحظي، أو تطبيقات على الموبايل بتعمل ريل تايم ديتكشن. وطبعاً للطلبة اللي بيسمعونا، دي فكرة مشروع تخرج ممتازة قوية جداً ومطلوبة جداً في السوق. دلوقتي خلينا نشوف بالأرقام بقى، هل الفرق ده يستاهل كل الشغل ده؟ يلا نقارن بين الموديل الأصلي التقيل والنسخة السريعة والخفيفة بتاعته. لو هنشبههم ببعض، يولو V2 هو بطل الوزن الثقيل في الملاكمة، قوي جدا بس تقيل ومحتاج حلبة خاصة اللي هي الجي بي يو القوي. أما فاست يولو فهو عداء سباقات، خفيف ورشيق ومتخصص في السرعة والكفاءة على الأجهزة الصغيرة. واحد شغال طول الوقت بيحلل كل فريم، والتاني ذكي بيشتغل وقت اللزوم بس. الأرقام ما بتكدبش. بصوا على عدد البارامترز اللي هي زي خلايا المخ بتاعة الموديل، نزلت من حوالي 48 مليون ل 17 مليون بس، يعني حجم الموديل صغر أكتر من النص. وفي المقابل الدقة اللي بنقيسها بحاجة اسمها IOU قلت حاجة بسيطة جدا، يعني تقريبا نفس الدقة. لكن بصوا بقى على الأهم، السرعة أو ال FPS، عدد الفريمات في الثانية على جهاز صغير زي الجاتسون TX1، القفزة ضخمة جدا من 5 فريمات ل 17.85. ده هو الرقم اللي عايزكم تطلعوا بيه من الشرح ده. في المتوسط، فاست يولو أسرع 3.3 مرة من الموديل الأصلي. دي مش زيادة بسيطة، دي نقلة نوعية. ده الفرق بين إن فكرة تكون ممكنة على الموبايل وبين إنها تكون مستحيلة تماماً. ده اللي بيخلي المستحيل ممكن.
طيب عشان نلم كل اللي قلناه ده، إيه الخلاصة اللي نطلع بيها وإيه الخطوة اللي ممكن نعملها بعد كده لو الموضوع عجبنا؟ الملخص بسيط جدا. موديلات الذكاء الاصطناعي القوية غالبا بتكون تقيلة وكبيرة على الأجهزة الصغيرة. فاست يولو هو فريم ورك بيحل المشكلة دي بحاجتين: بيصغر الموديل وبيخليه يشتغل بذكاء عشان يوفر معالجة، والنتيجة النهائية هي أداء أسرع 3 مرة على الأجهزة دي. لو الموضوع شدوكم وعايزين تعرفوا أكتر، دي شوية حاجات ممكن تبدأوا بيها. أول حاجة، اقروا البيبر الأصلية بتاعة يولو V2 عشان تفهموا الأساس، وبعدين ابحثوا عن المصطلحات دي: موديل اوبتمايزيشن وإيدج AI ونتورك برونينج وكوانتايزيشن. كل دي مجالات مرتبطة بنفس الفكرة، فكرة إزاي نخلي الذكاء الاصطناعي أخف وأسرع. وفي الآخر هسيبكم مع سؤال تفكروا فيه. دلوقتي بعد ما عرفنا إننا ممكن نخلي الذكاء الاصطناعي سريع وخفيف كفاية إنه يشتغل على موبايلاتنا، إيه المشكلة اليومية اللي ممكن نحلها بيه؟ الإمكانيات دلوقتي بقت أكبر بكتير والملعب بقى في إيدينا. فكروا فيها وأشوفكم في شرح جديد.